تعالى اقول لك انا بعمل البانيه ازاي. طبقه البانيه مش ممكن تفك منك، طبقه متماسكه جدا وبطريقه سهله ومن غير 3000 طبق تتبلي فيه. بنغسل البانيه كويس وبنسيبه يتصفى، وبحط معلقه صغيره من التوابل اللي انا كاتباها لك دي، ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وزعتر وسبع بهارات، تقدري تستبدليها طبعا ببهارات الفراخ. بعد ما البانيه بيتصفى بتبله كده، بتاكد طبعا ان التوابل مسكت في البانيه كويس، ترش عليها التوابل دي، الطبقه دي بتمسك وتبقى كويسه جدا. نص كوبايه من اللبن بحط عليها خل عشان يبقى رايب، او لو في رايب، ومعلقتين كبار من الدقيق بقلبهم كويس. وده نص كيلو من البانيه بحطهم، وبحط عليه بيضايه، كله في طبق واحد. بحب اعمله بقسماط بس، لو عايزه كورن فليكس، لو عايزه اي طبقه براحتك. مش بتبلها خالص، بحط عليها بس كيس من الفيجيتار الحار، بتخلي طعمها حلو قوي، مش سبايسي خالص. بعد ما الزيت بيسخن بكون سايبه البانيه 10 دقايق في الفريزر، وبعدين بطلعه بديله كده دقيقتين يعني على كل جهه لحد ما ياخد لونه، بيبقى خطير، مش ممكن هتفك منك بجد، خطيره، جربوها. لايك وشير للفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وباي باي.